الهلال اللي بالفعل اذا كانت سامي يتابع المنظمه هذه، بعتقد ان هذه مشكله الهلال، انه اذا انت ما عندك دفاع قوي ولا حراسه مرمى قوي، يمكن انا اساسك يكون يعني مو بصحيح، ويكون حتى يعني تسجل، يمكن تسجل 5 اهداف، ممكن يفيك 4 اهداف، فهذه امور يمكن اذا عندك لعيبه ما سجلوا فممكن تستقبل اهداف. طيب في كلا الحالتين، اختيار طريقه 4-4-2 مناسبه اليوم ام يحتاج الى كثافه وسطيه؟ لا هو اتوقع انه المشاكل اللي يعاني منها الدفاع، لا هي شوف، هي تعتمد على ادوار اللاعبين. يعني الهلال بحياته بتاريخه كله يلعب 4-4-2 ما عدا بالسنوات الاخيره اللي كان يلعب فيها 4-5-1. فالادوار هي اللي تعتمد، اللاعبين هم اللي يقومون بالادوار هذه، وهم يدركون ما مدى نجاح هذه البطوله بهذه الطريقه من عدمها. ففي حاله انه يلعب 4-2 هي يعتمد على طريقه، مش مشكله ان الهلال يهاجم بالاطراف، يهاجم بالزور، يهاجم بالشهراني، فهذه مشكلته الان. العمق بوجود كاستيو، بوجود سلطان الدعيه مع ديقاو، هنا الاطراف مشكله الهلال مو بالعمق.